السلام عليكم متابعينا الكرام في فيديو جديد بخصوص موعد مباراة المنتخب المغربي ومدغشقر في المباراة الودية استعدادا لمونديال 2026 والذي بات تفصيلنا عليه فقط أيام قليلة وستنطلق مباريات نهائية كأس العالم 2026 والمنتخب المغربي سيواجه منتخب مدغشقر في المباراة الودية استعدادا لهذا المونديال، بحيث أن المنتخب المغربي سيخوض هذه المباراة وكذلك نهائيات كأس العالم بقيادة المدرب الجديد محمد وهبي مكان المدرب وليد الركراكي، والذي قاد المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم في الموسم الماضي. وتحظى هذه المباراة باهتمام كبير لأنها ستكون بقيادة المدرب الجديد محمد وهبي، والذي يسعى لوضع بصمته مع المنتخب الوطني وتجربة بعض الخيارات الفنية والتكتيكية قبل الدخول في المنافسات الرسمية. كما أكد الناخب الوطني المغربي محمد وهبي أن مواجهة مدغشقر تعتبر اختبارا مهما للوقوف على جاهزية المجموعة قبل كأس العالم 2026، خصوصا أن المنتخب المغربي يأتي في مجموعة صعبة جدا ضمن المجموعة الثالثة من مجموعات كأس العالم 2026، بحيث أنه في أولى مبارياته في هذه البطولة سيواجه المنتخب البرازيلي، لأن المجموعة الثالثة يتقدمها المنتخب البرازيلي ويأتي المنتخب المغربي في المركز الثاني إلى جانب هايتي وإسكتلندا. أما بالنسبة لموعد المباراة فسيواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب مدغشقر غدا الثلاثاء، وستنطلق المباراة على الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. كما أن مجريات المباراة ستكون منقولة مباشرة على قناة الرياضية المغربية، والجماهير المغربية تنتظر مشاهدة أداء قوي من العناصر الوطنية، خاصة بعد النتائج الإيجابية الأخيرة ومع وجود مدرب جديد وأفكار جديدة. وستكون هذه المباراة فرصة مهمة لمعرفة الشكل الذي سيظهر به المنتخب المغربي في المرحلة القادمة في كأس العالم 2026. وهل في رأيكم هل سينجح محمد وهبي في تحقيق بداية قوية مع المنتخب المغربي؟ وما النتيجة التي تتوقعونها في مباراة يوم الثلاثاء بين المغرب ومدغشقر؟ ولا تنسوا كتابة آرائكم في التعليقات والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.